أسرار وتكات الآيس كريم بتاع المحلات. تعالي نعمل آيس كريم وننافس بيه أكبر المحلات، طبيعي من غير ألوان صناعية وكمان طعمه خطير. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة. هاتي كيلو من الفراولة متفرزة ومتجمدة في الفريزر، وانزلي عليهم بربع كوباية مية وكوباية من كريم شانتيه ونص كوباية من اللبن البودرة وربع كوباية من السكر، واضربيهم كويس جدا في الكبة. وهاتي بولة وانزلي بيهم، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. حطيهم في الفريزر. هاتي بقى كيلو من المانجا المتفرزة واضربيهم بربع كوباية من المية وكوباية من كريم شانتيه ونص كوباية من اللبن البودرة وربع كوباية من السكر. واول ما يبقوا بالقوام ده حطيهم في بولة وحطيهم في الفريزر. طلعيهم بعد 6 ساعات. مش عايزة اقولك بقى هتاكلي احلى ايس كريم طبيعي طعمه يجنن. ممكن تحطيه بقى في البسكويت كده زي المحلات، وممكن تحطيهم في بولة وتحطي عليهم رشة كده من المكسرات. ويا سلام ولو عندك صوص بقى فراولة اي حاجة خطير. بصي المانجا طالعة ازاي وقوامها يجنن. جربوها بجد، حاجة طبيعية وكمان وداعا لغلاء الأسعار. يلا اعملي بقى في بيتك وفرحي ولادك. كمان نظافة وطعم وحاجة كده خطيرة. اعملي لهم بقى ميكس كده بين الفراولة والمانجا وبألف هنا. ولو عجبك وصفاتنا ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. بحبكم جدا، باي باي.